تم تنصيب علي نوخة رئيسا جديدا لمجلس قضاء عنابة، في حين نصب حسين حمدي رئيسا للمحكمة الإدارية، وخير الدين زروقي محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية. تغطية لزهير الشطب. إذن نرحب بجميع الضيوف كل باسمه وصفته. المنتظر بتعيين السيد نوخة علي بصفته رئيس مجلس قضاء عنابة لوجودي معكم في هذه المناسبة الطيبة التي شرفني بها معالي وزير العدل حافظ الأختام السيد لطفي بوجمعة، وكلفني بأن أنوبه عنه للإشراف على مراسيم جلسة تنصيب السيد نوخة علي رئيسا لمجلس قضاء عنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر السيد رئيس الجمهورية على تشديد الثقة في شخصي بتعييني على رأس مجلس قضاء عنابة. بودي بهذه المناسبة أن أشكر زميلي السابق سي حمودي على المجهودات التي بذلها خلال ترأسي هذا المجلس. أود كذلك أن أوجه نداء إلى بطبيعة الحال زملاء القضاة ومساعدي القضاء من المحامين والمحضرين القضائيين والوسطاء والخبراء إلى مساعدتي في أداء هذه المهمة الصعبة. نحن هنا من أجل ترقية العمل القضائي. سوف نعمل وبكل صرامة على التطبيق الصارم للقانون باحترام حرية الفردية والقضاء على المظاهر السلبية من المخدرات والجرائم المختلفة التي تنقر في مجتمعنا.